في ناس جميله عندها غيه جميله قوي، ان هي اول ما تشوف اي حاجه جنبها كده تروح واخداها مدخلاها في ودانها. بتعمل ايه يا عم الحاج؟ اصل بسلك وداني من الشمع، الشمع سادد وداني. غلط يا عم الحاج، لا هو ده اللي احنا اتعودنا عليه. ده انت بتعمل مصيبه، تعالى ما اقول لك بتعمل ايه. طبقه الواكس اللي جوه ودنا دي مش معموله اعتباطا كده، دي لها فوائد ولها وظائف تحمي ودنا من الاتربه والميكروبات. لو حضرتك نايم بالليل وعدت من جنبك حشره او دخلت جوه، ايه اللي بيمنعها ان هي تدخل جوه ودانك للاخر؟ دي لها وظيفه ان هي تمنع دخول الميكروبات والحشرات. الوظيفه الثانيه اللي هي بتعمل على ترطيب جدار قناه الاذن، لان الجزء ده لازم يكون مترطب مش جاف، لانه لو جاف هيعمل لك الم غير عادي. هي مش محتاجه ابدا من سيادتك ان انت تنظفها، هي بتطرد وتنظف نفسها بنفسها عن طريق ايه؟ حركه الفك وانت بتمضغ وانت بتتكلم وانت بتاكل، هو كده كده بيطرد الشمع الزايد. طبقه الواكس بقى اللي جوه ودانك بتساعد على مقاومه البكتيريا والفطريات، وبالتالي دي طبقه حمايه فما ينفعش سيادتك تشيلها. سيادتك بقى عود القطن اللي انت بتمسكه او عود الكبريت ده بيعمل ايه؟ بيدخل الشمع اللي من بره جوه القناه، وبالتالي بتسد لي القناه. حضرتك بقى بتعمل لي مشكله كبيره انك بتزود لي الالتهابات جوه القناه الافضل انك تسيبه، بس لو خلاص الشمع زاد عن اللزوم واثر على السمع وضايقك، يبقى الافضل دكتور هو اللي يشيله. دي حاجه طبيعيه ربنا سبحانه وتعالى خلقها لنا، وربنا ما خلقش حاجه هباء، وبالتالي لها فوائد وبتحميك، فيستحسن ان حضرتك تسيبها. دكتور محمد حسنين، استشاري التغذيه العلاجيه.